السلام عليكم. بالنسبه لموضوع محمد صلاح اظن عدى وقت كافي وانا اقدر اقول دلوقتي بكل امانه محمد صلاح مش غلطان في حاجه. محمد صلاح ما كانش بيمثل، محمد صلاح كان فعلا مصاب، وعلى حسب كلام المدير الفني اللي هو يورجن كلوب ان كان في كلام مع المنتخب المصري. المشكله مش عند يورجن كلوب، المشكله عند المنتخب المصري او القائمين عليه، يعني اللي دايما كل حاجه بيمشوها في السر في السر في السر. هو كل اللي حصل ان يورجن كلوب طلع واعلن، انما رجالتنا ماشيين كل حاجه في السر. وطبعا الشعب ده ملوش اي لازمه، مش لازم يعرف حاجه. محمد صلاح نجم عالمي، احنا بنكسر فيه، محدش في مصر ليه فضل على محمد صلاح. بالعكس، محمد صلاح هو اللي ليه افضال كتير. محمد صلاح هو اللي كان في افريقيا 2019، وهو اللي وصل مصر لكاس العالم 2018. محمد صلاح افضله كتير ومحدش ليه فضل عليه. محمد صلاح وصل للعالمية ومن افضل 3 نجوم في العالم بمجهوده، بشطارته، بجدعنته، باجتهاده، بشغله على نفسه. مفيش اي حد في مصر ليه فضل على محمد صلاح. بستغرب قوي من الناس اللي تقول لك بيلعب في ليفربول وما بيديش في منتخب مصر. طب ما طبيعي يا عم، شوف الاحوال والظروف اللي هنا واللي هنا. شوف قبل كده في الفترات السابقه كان مين اللعيبه اللي حواليه ومين المدرب والخطه بتتبان ازاي. محمد صلاح في ليفربول واحد في وسط مجموعه نجوم كبار واللعيبه كلها بتدي، انما في مصر هو مش ذنبه ان بيجي مدرب كسر عامل الخطه كلها على محمد صلاح. كان كوبر مقفل الدفاع وعاوز يطفش اي كره ادوا محمد صلاح قدام. هو ذنب محمد صلاح ان مدرب عامل الخطه كلها عليه؟ ده حتى لو هو عاوز يعمل كده، محمد صلاح يعني عاوز ياخد الشو كله لنفسه، كان واجب على الكبار اللي هو المدير الفني قياده المنتخب تديله على دماغه وتكسره زي ما حصل مع حسن شحاته. حسن شحاته لما ميدو قل ادبه حلف لهم 60 طلاق بالثلاثه. ما هو قعدوا يتوسطوا اللعيبه ومجلس اداره المنتخب، قعدوا يتحايلوا على حسن شحاته انه خلاص ميدو مش لاعب بس سيبه. حلف لهم 60 طلاق، ما هو قاعد ومشوه فعلا، مع انه كان هيقعد ده كان ماتش، كان باقي ماتش النهائي بس، انما مشاه. ده مدرب محترم، راجل عنده شخصيه. انما احنا للاسف حولنا كل حاجه الى محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح. المنتخب ما عادش اسمه المنتخب المصري، بقى اسمه منتخب محمد صلاح. حاجه تكسف. وكل شويه الاعلاميين العجر برضه يقول لك محمد صلاح قال لنا، محمد صلاح قال لنا، محمد صلاح قال لنا. ايه يا عم، هو ما فيش على محمد صلاح؟ في 10 غيره بيلعبوا والله. محمد صلاح مش هيقوم بدور ال 11 لاعب، محمد صلاح بيقوم بدور لاعب صح، هو لاعب فز وبيفرق بس في 10 غيره، بدون ال10 التانيين هو مش هيكون له وجود. حولنا المنتخب كله على محمد صلاح. طيب محمد صلاح مش الفرقه لعبت ليه؟ لانهم طنشوا كلام المدير الفني ولعبوا من دماغهم هم. وفيكتوريا ده راجل فاشل بكل المقاييس، بكل المقاييس راجل فاشل. انا كل ما افتكر منتخب حسن شحاته بيجي لي حاله من القهره. حسن شحاته كان عامل فريق مش معتمد على لاعب ولا على نجم، خلى المنتخب كله نجوم كله. انما احنا للاسف واقعين بشويه مدربين عجر وكسر، خلوا الاعتماد كله على لاعب. فرقه مين في العالم اللي بتخلي الاعتماد على لاعب؟ واي فرقه في العالم بتخلي الاعتماد على لاعب بتضيع. ياما شفنا منتخبات كتير وفرق كتير لما بتلعب لعب جماعي بتهزم فرق النجوم، لان فرق النجوم بتكون نازله تلعب باسم النجم بتاعها او باساميهم اللي هم نجوم. فرق صغيره بتقدر تهزم فرق كبيره لانهم بيلعبوا لعب جماعي، لان كره القدم لعبه جماعيه، لعبه مكونه من 11 لاعب مش من لاعب، مش لعبه فرديه بتتكون من لاعب، من 11 لاعب. تختزل 11 لاعب في لاعب يبقى انت الراجل اي كلام. ارجع تاني واقول محمد صلاح نجم النجوم، ما حدش ليه فضل عليه. اللي ليه فضل على محمد صلاح يطلع يقول. ده ممدوح عباس قال على محمد صلاح انه مش من مستوى الزمالك. الراجل صلى على النبي تقول محمد صلاح محمد صلاح ما حدش ليه فضل عليه. اللي ليه فضل على محمد صلاح يطلع يقول انا ليا فضل على محمد صلاح في كذا. محمد صلاح نجح باجتهاده، بشغل على نفسه، وانه اتعلم من اخطاء الاخرين. ما احنا عندنا مثال تاني، ميدو احرف من محمد صلاح وجث عنه. فين ميدو؟ اعتزل وهو عنده 28 ولا 29 سنه. محمد صلاح نجم عالمي. بلاش نكسر في محمد صلاح علشان شويه معلومات مغلوطه احنا بناخدهم من شويه اعلاميين اي كلام، او في ناس بتركب الموجه. بالنسبه لامام عاشور مصاب زي ما بيقولوا، وانا اشك في الكلام ده. ان جه يعمل باكورد جاله ارتجاج في المخ، مع ان دايما اللي بيعمل الباكورد ده بيقع على يا اما كتفه يا اما ظهره. ايه اللي يخليه يجي يوصل لدماغه مش عارف. بس طبعا لان كل حاجه بتقال بتبقى مش دقيقه هنضطر نصدقهم وان وقع على دماغه. والحمد لله راح المستشفى عمل فحوصات واحواله مستقره الحمد لله. البروتوكول الطبي اللي الفيفا بتقول عليه ان اللاعب يقعد 6 ايام او اسبوع ما يتدربش ما يلعبش، يفضل تحت الملاحظه. الفهلوه المصريه بقى بيقول لك ايه؟ لا نخليه يلعب، يعمل تعود على نفسه، عشان هو برضو امام عاشور عاوز يلعب، امام نفسه عاوز يلعب. فبقول نكتب تعود على نفسه او نخليه يكتب تعود على نفسه ويبقى هو المسؤول ويلعب، لان هم في ازمه برضو، المنتخب في ازمه لان ما خدوش لاعب مكان امام عاشور. ده شغل فهلوه، والفهلوه دي عمرها ما هتنفع، وان نفعت مره مش هتنفع الثانيه، وان نفعت مرتين مش هتنفع الثالثه، وان نفعت 3 مرات مش هتنفع الرابعه. مستحيل تنجح كده. شغل الفهلوه ما بينفعش. العالم كله ماشي بالتعليم وبالعلم وبخطوات ثابته، واحنا عاوزين نكسر كل كلام العالم. الفيفا بتقول حاجه واحنا
هنلف احنا عليها بحاجه تانية، نخليه يكتب تعود على نفسه. ما ينفعش والله. حتى لو هو عاوز يلعب، هو مش عارف مصلحه نفسه، هو عاوز يلعب ويبان ويظهر، بس ممكن يدمر نفسه، ممكن يؤدي يقعد خالص، يقعد على كرسي ولا حاجه لا قدر الله. نفس الكلام عملوه مع محمد الشناوي. محمد الشناوي كان مصاب، ما كانش جاهز يلعب البطوله دي، هو بقى عاوز يلعب، هم ما فيش مش شايفين بديل كويس غيره، المهم لعبوه. حتى لو اللاعب عاوز يلعب، المفروض انت كقائد تقول له لا. الجهاز الطبي دلوقتي رافض تام ان امام عاشور يلعب، بس المدير الفني الكفته في ازمه وورطه، لان ما فيش قدامه بديل يقوم مكان امام عاشور. ربنا ينجي امام عاشور يا رب، والمنتخب ينتصر ان شاء الله بكره باذن الله. على فكره المنتخب لو انتصر بكره ان شاء الله، مباراته القادمه مباراه سهله، هيقابل الفايز من غينيا او غينيا الاستوائيه. غينيا يعني مباراه كده سهله، بس طبعا زي ما احنا متعودين طول عمرنا هنسمع الجماعه اللي قاعدين في الاعلام يقول لنا والمباراه صعبه وي 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 ويقعدوا يحسسونا ان احنا رايحين نلعب البرازيل او الارجنتين، مش فرقه من فرق افريقيا الضعيفه التعبانه. يا رب النصر لمنتخب مصر.